السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. كيما تروح تبحث وتحب تعرف وش هو الاسباب الحقيقيه اللي خلات ولايه خنشله متخلفه في العديد من القطاعات، وتبدا تلقي اللوم من يتحمل المسؤوليه في هذا التخلف ولا هذا التهميش اللي تعيشه ولايه خنشله. احنا قبل ما نروحوا نلوموا الحكومه، وقبل ما نروحوا نلوموا الوزراء، وقبل ما نروحوا نلوموا رئيس الجمهوريه، نلوموا ابناء الولايه بالتحديد، نلوموا ابناء الولايه، لانه المثل الشعبي يقول كل ولايه على رجالها، واحنا للاسف الشديد رجال هذه الولايه الاهتمام نتاعهم انه يفريوا مصالحهم الشخصيه. حنا نشوفوا انه الاهتمام نتاع المنتخبين سواء في المجلس الشعبي البلدي، سواء في المجلس الشعبي الولائي، سواء في المجلس الشعبي الوطني اللي هما دي بي تي، الاهتمام نتاعهم هو اهتمام شخصي. وكشفت هذه الزياره اللي قادت رئيس الجمهوريه لولايه خنشله كيفاش نشطوا في مده اسبوع ولا اسبوعين، كيفاش ردونا ولايه خنشله. علاه انت ما كنتش تخدم من قبل لك؟ وعلاه ما نظمتلناش خنشله كيما هيك؟ وعلاه ما كنتش تنظم كيما هيك؟ وعلاه ما كنتش تنظف كيما هيك؟ وعلاه ما حطيتلناش الكليراج كيما هيك؟ وعلاه ما زهدتلناش البلديه كيما هيك؟ انا كي رحت فوتيت على قائمه القلم انا كنت نستنى انهم يشتوك، لكن للاسف الشديد والله ما كنت على بالي باللي راح يديروا لنا هذا السكوت ويديروا لنا هذا التهميش، لانه التهميش نتاعكم اكتشفناه في هذه الايام الاخيره. يعني نضتوا تحركتوا شويه، الدنيا راهي نظافه راهي بارتو، الدنيا راهي تشعل، يعني ما شاء الله. انتم يعني في 4 سنين اللي سابقه كنتوا راقدين، ما كنتوش تخدموا، ما عبرتوش الناس اللي فوتوا عليكم. انا بحكم اني مواطن من بلديه خنشله، وبحكم اني فوتيت على قائمه القلم اللي كنت حطيت انهم راح يديروا حاجه على ارض الميدان وراح يقدموا خدمه لا باس بها لساكنه بلديه خنشله، انا رحت فوتيت عليكم. انا بحكم اني فوتيت عليك يا خويا انا نحاسبك بالورقه اللي عطيتها لك. يعني ابسط شيء الاستقبال في بلديه خنشله راك ما تستقبلش. ديما وين تروح تسقسي ما كانش رئيس بلديه، ما كانش رئيس، يعني ابسط شيء انك ما تستقبلش. رئيس الجمهوريه وما ادراك ما رئيس الجمهوريه، ويدير كل شهر مقابله مع الصحفيين ويمد الحصيله نتاع الدوله ويمد الحصيله تاع الملفات. للاسف خاوتي كل ولايه عيبها على رجالها. نواب المجلس الشعبي البلدي ما درنا والو، المجلس الشعبي الولائي ما درنا والو، المصيبه الكبيره المجلس الشعبي البلدي. أنا بحكم أني فوتيت ونعاود ونكرر، بحكم أني فوتيت على قائمة القلم وكنت نستنى في هذا الشباب اللي راح يحكموا المجلس الشعبي البلدي وبلديه خنشله، وراهم ما ينتميوش للعصابه القديمه، وراهم جاوا بفكره جديده وراح يجيبوا لنا عقليه جديده وراح يسيروا بلديه خنشله بتسيير جديد. ما درنا والو معكم للاسف الشديد، لانه صلاحيات رئيس البلديه والمجلس الشعبي البلدي هي صلاحيات كبيره جدا، لكن هذه الصلاحيات اللي من حالكم القانون ولا الدستور الجزائري ما استغليتوهاش انكم تخدموا ابناء الولايه ولا الناس اللي فوتوا عليكم. نعاود ونكرر، بحكم اني فوتيت عليكم ندير عليكم بما يسمى بالرقابة الشعبية، لأن الرقابة الشعبية على سير المجلس الشعبي البلدي هذا تكفله القانون ويكفله الدستور الجزائري، باستثناء أنه كان زوز مترشحين يخدموا على المستوى الفردي ناشطين لا بأس بهم. أنا ما نذكر حتى واحد، وبالتوفيق للجميع.